ثم يا أخي لو كان التطبير بزمن أي إمام من الأئمة وسكت عنه حاضرين بنسكت، نقول لك كان بزمن الإمام كذا وسكت، بس تطبير ما كان بزمن الأئمة. تطبير أنتوا جبتوه بزمن الصفويين، يعني تقريبا 500 سنة 500 سنة وشوي، جبتوه بزمن الصفويين من أرثوذكس القفقاز، يعني مسيحية القفقاز، كانوا يوم الصليب يطبرون. جابوا الصفويين عجبتهم الشغلة ودخلوها لكربلاء، سبحان الله صار الدين، صار الدين. يا أخي طيب كيف هيك؟ يا أخي معلش أنت بدك اصطفل، بس احنا عم نقول لك يا أخي حتى لو كان بيجوز، شوف شو عم تسيء للحسين، شوف شو عم تسيء للحسين. هذول قاعدين بالحسينيات وبيحمسوا الناس على التطبير وعلى الشعائر وعلى ما ادري شو. طيب ويا زينب واحنا فداء زينب واحنا لاجل زينب، تفضلوا هاي زينب يلا روحوا قاتلوا، يلا تفضلوا. هاي على شو اسمه بدها تنزل على اليوتيوب. تفضلوا هذه زينب، إذا كنتم فعلا تدعون بأنكم تحبون زينب وتريدون أن تواسوا زينب وأن تدافعوا عن زينب، يلا شرفوا. في عندكم من المراجع من يجيز القتال، تفضلوا شرفوا. هي قصة حكي ومزايدات، قصة احنا كل الموضوع أنه أنتم عم تسيئوا للإسلام بهي التصرفات، عم تسيئوا للحسين عليه السلام بهي التصرفات. شوف هيدي المناظر اللي عم تنزل على اليوتيوب، واحد عم بيحلق لابنه من هون، طفل وقاعد ابنه عم بيصرخ وعم يضربه، عم يضرب له راسه لحتى يطبره. يا اخي اي حسيني بيقبل هيك؟ يا اخي هذا المرجع اللي افتى بالجواز بيعمل هيك لابنه؟ اقسم بالله ما رايت مرجعا طبر، وما رايت اولاد مراجع طبروا، وما رايت مشايخ على قدر من العلم طبروا. بس للناس هاي الفتاوى؟ اذا بدكم تواسوا الحسين تفضلوا انتم انزلوا قدام جماعتكم وطبروا، وش تخلوا جماعتكم يطبروا وانتم تقعدوا بالسراديب وتحافظوا على انفسكم وبقصوركم وعلى اولادكم وعلى حواشيكم؟ تفضلوا انتم طبروا. مين قال انه عدوكم مش مبسوط منكم ومكيف لانه انتم عم تقدموا ماده دسمه للتكفيريين حتى يصروا على تكفيرهم للشيعة وعلى قتلهم للشيعة وعلى هدر دماء الشيعة؟ مين قال انه الاستكبار العالمي مش مكيف ومبسوط منكم يا ايها المراجع الذين تحافظون على هذه الشعائر المبتدعة والمختلقة؟ مين قال انه هودي اسرائيل وامريكا مش مكيفة منكم ومبسوطة؟ والله انكم تقدمون خدمة للاستكبار يحلمون بها، لانه مادة التكفير دسمة الآن، ومادة إهدار دم الشيعة دسمة الآن من خلال هذه المظاهر التي تسيئون فيها إلى التشيع والتي تعطون فيها المبرر للتكفيريين وغير التكفيريين. هيك بدنا نشتغل. حسين عليه السلام هيك كان، لأجل هيك خرج. يا أخي بس خلينا نفكر شوي. حسين خرج بس لنحن نجي نلطم ونضرب صدورنا ونبكي؟ يا أخي والله عمر ابن سعد بكى بأعلى صوته، عمر ابن سعد بكى يوم 10 من المحرم على الحسين بن علي. هل نفعه بكاؤه؟ شو هي قصة بس بكى؟ جماعة عمر ابن سعد حزنوا على الحسين، هل نفعهم حزنهم؟ القصة بالبكى؟ قصة مش بالبكى، قصة بالمبادئ، قصة بالأهداف. روحوا شو بكرة بالعاشر بتشوفوا كيف بيفرشوا جمر قدام مقام الحسين كذا متر وبصيروا يمشوا على الجمر بيحرقوا جريهم. روحوا تفضلوا شوفوا. صارت عادات الهنود الهندوس وعادات الأتراك وعادات القفقازيين هي شعائر حسينية؟ شو هالمنطق هاي؟